الأسطول البحري الجزائري قديما كان يعد من أقوى الأساطير في البحر الأبيض المتوسط، خاصة في الفترة ما بين القرنين 16 و18، وكان تحت حكم الدولة العثمانية ضمن إيالة الجزائر. وقد اشتهر هذا الأسطول بالقوة والتنظيم والدور الكبير في الدفاع عن الجزائر وشن الغارات البحرية. أبرز مميزات الأسطول البحري الجزائري قديما: 1. القرصنة، الجهاد البحري. كان يعرف بأسطول الجهاد البحري. كان قادة السفن يلقبون الرياس، مثل الرايس حميد والرايس صالح ريس والرايس مراد. قام الأسطول الجزائري بعمليات بحرية ضد السفن الأوروبية في البحر المتوسط وحتى الأطلسي، مما أجبر عدة دول أوروبية على دفع الجزية للجزائر. 2. قوة السفن والأسلحة. كانت السفن مصنوعة محليا في دار الصناعة بالجزائر العاصمة. امتلكت الجزائر سفنا من نوع الغليون، الفرقاطة، الشوام، الدارجة. استخدمت المدافع والبنادق وكان لديها موانئ مزودة بالتحصينات. 3. التنظيم والإدارة. كان الأسطول منظم وله قادة ورتب عسكرية. دار الصناعة كانت مركز بناء وصيانة السفن. رئاسة الرياس كانت تشبه وزارة البحرية. 4. أهم الشخصيات. الرايس حميدو هامدو بينولي من أشهر قادة الأسطول، قاد العديد من المعارك البحرية. خير الدين بربروس مؤسس الأسطول الجزائري الحديث مع أخيه عروج. عروج بربروس استشهد في معركة مع الإسبان، وكان قائدا بحريا دارعا. 5. النفوذ الدولي. أجبرت الجزائر العديد من الدول الأوروبية على توقيع معاهدات. كان الأسطول الجزائري يفرض هيبته في البحر، مما جعله لاعبا أساسيا في السياسة الدولية وقتها. نهاية قوة الأسطول. بدأت قوة الأسطول تتراجع في القرن 19. في 1830 بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر تم تدمير أو مصادرة معظم الأسطول. توقفت الجهادية البحرية وتم تفكيك النظام البحري التقليدي.